مساء الخير عليكم. أولا في البداية خالص العزاء لشهداء كنيسة مريمينا في حلوان. وكل حرب ليها ضحايا، واحنا قدرنا كمصريين ان احنا نحارب الارهاب اللي العالم كله صدروا ليه. طبعا معدن الشعب المصري اغلى من الذهب والالماظ، لانه شعب محترم. واظن كلنا شفنا الشعب بتاعنا شعب لا بيخاف من قنابل، ولا بيخاف من دواعش، ولا بيخاف من حد. الشعب المصري وقف مع الداخلية وجابوا الإرهابي صاحي، اترموا عليه بجثثهم، لأن ما ينفعش أبدا إن احنا نبقى قاعدين آمنين في بلدنا وتيجي كلاب مسعورة تهبهب علينا. فخالص العزاء لشهداء كنيسة مريمينا ولكل شهداء مصر. ده أولا. ثانيا تطورات الوضع في إيران. في ناس عمالة تقول أصل خلاص إيران أمريكا عايزة تبوظها. أمريكا مين اللي عايزة تبوظ إيران؟ إيران أصلا، وأنا قلت قبل كده، لاعب مش لاعب. إيران حتة شطرنج، كارت من كروت أمريكا. وذكرت قبل كده إن القواعد المفاعلات النووية في إسرائيل اللي عاملها علماء إسرائيليين. والطيارة اللي طلع بيها شاه إيران راح كان يدور على حتة يروح فيها، نزل الخميني بمباركة أمريكية. فالخميني يعني مش بعيد عن أمريكا خالص. الخميني مش بعيد. الخميني من صوابع أمريكا في المنطقة. هو كده يعني اللي احنا شايفينه من احتجاجات ومن مصادمات وقتلى. خلاص إيران دورها انتهى في المنطقة. ودلوقتي هيبقى الصدام أو الصراع بين الكبار على أشده، وهيبقى على عينك يا تاجر. ودي بشرة كويسة. انهيار إيران يعني انهيار لجزء كبير من المخطط الصهيوني والفكر الصهيوني. أنا بتكلم عن إيران كنظام، أنا ما كلمتش عن الشعب الإيراني. الشعب الإيراني على عيني وراسي. إحنا كمصريين ما بنكرهش شعوب وما بنعاديش حد، إحنا بنكره أنظمة. لازم الناس لما تيجي تتكلم صح. أنت مش كاره الأتراك كشعب، لا، أنت كاره النظام التركي اللي عايز يبوظ بلدك. أنت مش بتكره إيران كشعب لا، أنت بتكره النظام الإيراني اللي عايز يبوظ بلدك. هي دولة واحدة فقط اللي مكروهة بالنسبة لنا كمصريين، شعب وحكومة. إسرائيل لأنها احتلال، دي أول حاجة. تاني حاجة، الشعب الإسرائيلي بالكامل مجند في الجيش. الشعب الإسرائيلي بالكامل مدرب ومجند وعقيدته إنه يقتلني. فأنا مش هحب أبدا واحد بيقتلني. أنا ماليش دعوة بدينه، أنا ليا دعوة بعقيدته الطبيعية، مش العقيدة الدينية، العقيدة الإنسانية وليست العقيدة الدينية. فياريت لما نيجي نتكلم عن إيران أو عن أي دولة بيحصل فيها أي حاجة، حتى أمريكا نفسها اللي معديانة لما بيحصل فيها أعاصير ولاقي الناس شمتانة أو بيحصل فيها نيران، لا يا جماعة ما ينفعش. المدنيين البني آدمين العاديين ملهمش أي ذنب، ملهمش أي ذنب. يعني قد إيه يعني طبعا كل تغيير وكل شيء جديد ليه ضحايا. طبعا أنا حزينة على الناس اللي ماتت النهاردة في إيران.
وده هيأجج الموضوع أكبر، لأن الشعب الإيراني سكت كتير، وللأسف وصل لمرحلة الجوع، جاع وخلاص بقى، يعني جوع وخوف، فهو خلاص وصل لمرحلة صعبة، مش قادر يتحمل سيطرة أكبر من كده. فدعواتنا ليهم من كل قلبنا إن ربنا ينصر ثوار إيران وياخدوا حقهم، وأتمنى إن هم يرفضوا تماما تأييد أمريكا ليهم. أمريكا من دقايق أعلنت إن هي مع الاحتجاجات ومع حق الشعب الإيراني يعني في إنه يحتج وإن هو يغير أنظمة، وبيقولوا خلاص كفاية. أمريكا بتتصرف كأنها المسؤول عن العالم، كل شعب حر في حق تقرير مصيره. أتمنى إن أهل إيران وثوار إيران إن هم يقرروا مصيرهم بعيدا عن أمريكا، وما يسمحوش لحد إنه يفرض رأيه ويفرض إرادته عليهم، وهم اللي يختاروا. في ناس بتسألني عن بوتين، رأيه إيه؟ ساكت ليه؟ الصين ساكتة ليه؟ روسيا والصين ساكتين ليه؟ روسيا والصين ساكتين لأن هم ما بيتدخلوش في حياة حد، هم ما بيتدخلوش في الشعوب، هم مالهم؟ يعني هم ما بيتدخلوش في حياة حد. لكن المصلحة العليا تقتضي، واللي أنا شايفاه من رؤية الأحداث المتلاحقة دي ورا بعضها، وأنا قلتها قبل كده بس يمكن الناس افتكرتني بضحك وبهزر، بس قلتها من سنة أو سنتين. قلت الحرب العالمية الثالثة على الأبواب، والغلبة لمن ترضى عنه مصر. ومحدش كان قادر يستوعب إن مصر إن رضيت عن حد هيبقى كويس، ما رضيتش عن حد هيبقى وحش. لا، مصر طول عمرها دولة محورية ودولة بتتحكم في العالم. ونابليون بونابرت قالها في يوم من الأيام، قال من يريد حكم العالم فليحكم مصر. يعني اللي عايز يحكم العالم كله يحكم مصر. مصر مش صغيرة ومش قليلة، مصر بتتحكم في العالم. بس للأسف احنا اللي بقى عندنا شعور متزايد طول الوقت طبعا من تغيير ثقافات وتغيير أنظمة، ان احنا صغيرين. لا، احنا مش صغيرين، احنا كبار جدا. احنا مسكنا إرهابي في الشارع. احنا لما بتبقى في قنبلة بنقف نتفرج عليها وهي بتتفكك، مش خايفين. احنا علمنا على رقبة تنظيم بحاله اسمه تنظيم داعش، والنظام الإيراني فعلا أوشك على السقوط، إلا في حالة واحدة مش هيسقط: لو أعلن تبعيته الكاملة أمام العالم كله لأمريكا وإسرائيل. ساعتها هو هيبقى بيعادي روسيا، لأن في بينه وبين روسيا مصلحة قوية جدا اسمها بترول بحر قزوين. أظن أنتوا كلكم تعرفوا حاجة زي كده. بترول بحر قزوين ده تم تقسيمه بين روسيا وإيران. فلو دخلت أمريكا في الموضوع يبقى هتاخد بترول بحر قزوين، وكده هتبقى حرب عالمية علنية بين أمريكا وبين روسيا. بس ما اعتقدش ان هي هتحصل دلوقتي، لان بوتين مش غبي، بوتين ساكت. والصين مش صغيرة ومش قليلة، الصين تضم معاها النمور الآسيوية الأربعة. يعني ممكن في لحظة اقتصاد العالم كله يقع، الدول كلها تفلس، الدول كلها تجوع. فما اعتقدش ان هيحصل حاجة في الفترة الحالية. وإذا كان النظام الإيراني خلاص للمرشد أدى غرضه وأدى دوره في اللعبة، فهو دلوقتي بيخرج منها، وبيخرج بفضيحة. يعني مش بيخرج بصورة سلمية، لا، هو بيخرج بفضيحة.
الشعب الإيراني بطبعه بلاد فارس بطبعهم شرسين. ف هنشوف، ادينا قاعدين بنتفرج على الأحداث ومتابعين الموضوع، وبإذن الله إن شاء الله الأيام اللي جاية أنا متفائلة خير، إن مش هيحصل دم أكتر من كده، بس الشعب الإيراني هيسيطر على الوضع. وبقول لكم تاني أهو، النظام الإيراني دلوقتي فعلا بيسقط تماما، لأن هو أصلا نظام مهترئ. هو نظام قوي بالحرس الثوري، إنما خلاص حتى الحرس الثوري وقع. إيران حكمها مش هيسقط، والمرشد هيفضل قاعد في حالة واحدة فقط، وهي إن أمريكا يعلنوا إن المرشد يعلن التبعية الكاملة لأمريكا، ويسبح بحمدها كده على كل تلفزيونات العالم. وهفكركم تاني، روسيا لو أمريكا حاولت تتدخل في الموضوع زي ما اتدخلت في العراق، هيحصل مجزرة، لأنها مش هتقبل المساس ببترول بحر قزوين. ربنا يهدي الأحوال ويستر على الشعب الإيراني، وألف تحية من الشعب المصري للشعب الإيراني، لأنه قام على الظلم والفساد وحكم والحكم باسم الدين، وهو حكم فاسد، لأن الدين ما قالش كده، ما قالش يجوع بني آدمين، ما قالش يقمعهم بالصورة دي وأبشع أنواع التعذيب. الدين ما قالش إنك تفضل طائفة على التانية لمجرد إن واحد سني تشنقه في ميدان عام. الدين ما قالش كده. فأتمنى إن هم ينجحوا، وتبقى إيران دولة مدنية جديدة حديثة زي ما كانت أيام مصدقة. وربنا يوفقكم يا شعب إيران الجميل، وإحنا مش بنكرهكم كمصريين، إحنا بنحب الناس كلها ما عدا اللي عنده عقيدة إنه يقتل. بنكره أنظمة، بنتريق على أنظمة، بنشمت في أنظمة، لكن عمرنا ما نشمت في بني آدمين زينا. سلام.